اهلا بيكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ في اخر فيديو لينا، وان شاء الله مش هيبقى اخر فيديو ليا يعني. هنتكلم النهارده عن اقوى منصات الموكس اللي بالعربي، وهي منصة ادراك. المنصة دي يا جدعان بتنزل كورسات بشهادات موثقة من اهم واكبر الجامعات العربية. ممكن نلاقي موثقة مثلا من جامعة عمان العربية، في إدراك بتعمل جامعة القدس المفتوحة، أي كمان من ايدكس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، يعني زي ما احنا شايفين، وفي الجامعة الأمريكية بلبنان، وفي برضو بيبقى المعهد البريطاني للغات بيعمل برضو كورس هنا للمحادثة، بس تقريبا هينزل شهر 6. ازاي نسجل في إدراك؟ هتدخل على سجل الآن. هو احنا لو لاحظنا نلاقي طريقة التسجيل في أي موقع هي يعني بتبقى ساين اب أو سجل الآن، واليوزر والاسم الاسم اللي هتستخدمه، والإيميل، وتظبط الدنيا عندك، والباسورد، وخلصت. يعني مش محتاج شرح. ممكن إنشاء حساب باستخدام فيسبوك أو بالجوجل، الجوجل اللي هو عندنا، بس أنا بفضل نعمله احنا بإيدينا مانيوال. الإيميل بتاعنا نكتبه اللي هو GISMGM2015 @gmail.com. تمام. الاسم الكامل مهم جدا، ولازم ناخد بالنا ليه. اسمك القانوني المستخدم في اي شهادة تحصل عليها، الاسم ده هو اللي هيتحط على الشهادة. فانت بتكتب مثلا محمد جمال، اسمك الحقيقي. اسم المستخدم العلني، الاسم اللي هتبقى موجود فيه كده يعني على الموقع. تكتب بقى اي حاجة، ان شاء الله زعبولة حتى يعني، او اي حاجة. كلمة المرور، نكتب بقى احنا الباسورد بتاعنا. البلد، نختار البلد. الجنس، سن الميلاد، اعلى مستوى تعليمي وصلت ليه، اخبرنا عن ملناش دعوة. وافق على الشروط طبعا اللي احنا مشوفناش اصلا لسه. انشئ الحساب. كده يا عم انت زعبولة، وادي الباسورد بتاعك. خش يا عم على الحساب. كده ادراك عامله لك حساب يا عم، وبقى ليك ايميل تقدر تاخد بيه اي كورس من على الموقع ببلاش، بدون ولا شيلين. دخلنا على الداشبورد، المساقات. هنا الشهادة او الكورس اسمه مساق، عشان تبقى عارف. بيقولك هنا بقيت خطوة واحدة لإنشاء حسابك. هنا بتظهر أهمية الإيميل، لازم تفعل الحساب. نخش على الإيميل بتاعنا. هتلاقي هنا في الإيميل إن في رسالة ونو ريبلاي، مفيش حد رد عليها. من إدراك أهي. نخش على طول نعمل كونفيرم للإيميل بتاعنا. استنى اللودينج شوية. تم التفعيل. ألف مبروك عليك. تخش على لوحة المعلومات كده، انت معاك الإيميل بتاعك في إدراك، تقدر تاخد بيه أي كورس مجاني ومعتمد وبشهادة موثقة. تخش على المساقات لو عايز تاخد كورس، هتلاقي كل المساقات. أنا بفضل إن أنت تخش على الحالية وتتابع القادمة، المنتهية دي تتحسر عليها بس، أو تشوف بقى يا هتنزل امتى بقى تاني. الدائمة دي الأفضل لينا. نخش على الدائمة دي، ما بتخلص. نخش بقى ناخدها النهاردة، بكرة، بعده، بس ابدأ بالحالية وركز على القادمة، وفكك من المنتهية دلوقتي. هنلاقي عندنا مساقات الدائمة: الابتكار في العمل الحكومي، مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي،
عندنا اسعافات اوليه، صحه قلبك، تغذيه وصحه، صحه نفسيه للاطفال، تفاضل. في جافا كمان اهو، سلسله مساقات مقدمه في البرمجه بلغه الجافا الدائمه، وكمان هتاخد شهاده من الجامعه العربيه المفتوحه. يعني شوف، انت بتتعلم برمجه، كمان هتاخد شهاده موثقه، والكورس باللغه العربيه، يعني حاجه منتهى الروعه. دي اهم الكورسات اللي ممكن انصحك بيها. محاور النجاح الستة ده كورس انا خدته، مهم جدا جدا جدا، وكمان من الجامعة الأمريكية في بيروت. مهارات مقابلة العمل، الانترفيو، التطور المهني، المبادئ بتاعت إدارة الموارد البشرية ال HR، السيرة الذاتية الناجحة ال CV، استراتيجيات فعالة للبحث عن وظيفة، كيف تسوق نفسك في سوق العمل. دي الكورسات اللي على الصفحة. مثلا بناخد أنهي كورس؟ السيرة الذاتية السيرة الذاتية الناجحة. هنخش، ده الكورس عندنا. نبذة عن الميثاق او الكورس. هيقولك الكورس ده بيتكلم عن ايه، متطلبات مسبقة، مفيش اي متطلبات. بيقولك هنا الكورس مقدم من بيت.كوم. بيت.كوم ديت من اهم المواقع اللي تستخدمها عشان تسوق لنفسك في مجال العمل. عندنا بيقولك ان مين اللي بيدرس لك في الكورس، وبيقولك خبراتهم، وبيقولك عن كل حاجة عنهم. بيقولك تتعلم ايه في الكورس. عجبك الكورس، بيقولك كمان هنا الكورس ده نزل من امتى، بأنهي لغة، وساعتين اسبوعيا. ده اللي بيقترحه لك. هتخش على نشغل فيديو الميثاق. فيديو الميثاق ده بمعنى اصح الانتروديوس اللي بيقدمه لك عن الكورس، مقدمة الكورس ده بيتكلم عن ايه. اهو نزل لك الكورس، بيبدأ هنا يتكلم اللي بيشرح لنا الكورس عن أهمية الكورس، والكورس ده كويس فيه. قطعنا الراجل، معلش. نخش سجل الآن على طول. تمت العملية بنجاح. كده انت دخل عندك ان انت مضيت على عقد على نفسك ان انت هتخلص الكورس. استعراض الميثاق. نخش على استعراض الميثاق. ادي الكورس وكل حاجة عنه. بيتكلم لك عن الكلام اللي بينزله المحاضر اللي بينزله لنا، منتدى النقاش. لو عندك سؤال عن الكورس او حاجة مش فاهمها تقولها، ممكن تقولها هنا بالظبط كده. وفي كمان فيديوهات في الموقع بتشرح لك ازاي تتعامل مع الكورس. هتلاقي في محتويات الكورس تقديم عمل الطلب في الميثاق. ده بيوري لك ان انت لازم تجيب 70% في الامتحانات بتاعة الكورس عشان تاخد الشهادة. ما تخافش، الامتحان تبقى وانت قاعد نفس قعدتك كده، وبيبقى اختيارات سهلة جدا بتيجي. استبيان التسجيل في الميثاق. بتعمل استبيان هنا. المحاضرة الأولى، ادي محاضراتك. تخش على المحاضرة مثلا، المحاضرة الأولى، مقدمة الميثاق ومقدمة الكورس. ممكن عندك افيلبل انك تنزل الكورس الفيديو ده عندك. وحاليا بيكون برضو في PDF بيجي مع الكورس، بيكون جايبه لك. أهلا بكم في مساق السيرة الذاتية الناجحة. شكرا. بس عرفنا كده الراجل عرفنا بالكورس بتاعه. في علامة هنا هنلاقيها، ما هي السيرة الذاتية، وفي علامة تحت كده. العلامة اللي تحت دي معناها ان انت عندك امتحان بعد ما تخلص الفيديو. خد بقى الفيديو ده، اقعد اكتب، ذاكر، ركز معاه. اهم حاجة التركيز في الفيديوهات دي بالذات. هنا هنلاقي هنا اختبار بتحل الاسئلة دي. مثلا تعتبر السيرة الذاتية غير مهمة بالنسبة للمشرحين الذين يرغبون، اكيد خطأ يعني. وزي ما جبنا كده تسليم، وتجاوب بقية الاسئلة. بيقولك نخلص هنا. اهم حاجة بس ان انت ما تقلبش كتير، عشان لو زادت نسبة الاخطاء عن قلت عن 70%، خلاص كده مالكش شهادة عندهم وهتعيد الكورس تاني. برضو ظهر لنا هنا السيرة الذاتية للخريج، التسلسلية، المركبة. دي انواع السيرة الذاتية. هو عملها لنا PDF، بتدوس عليها بتتحمل وبتنزل عندك في الداونلود. بتخلص كل دوت، هتلاقي في الاسبوع التالت خلصت. بتعمل استبيان نهاية الميثاق. بتخش في لوحة المعلومات بعد ما تخلص
الكورس كامل. خلصت الكورس هتلاقي هنا اصدار الشهادة، بتدوس على اصدار الشهادة، هتروح طالعه لك صفحة بان انت خلصت. وهنا كده بيحسب لك العلامات، لو لقاك خلاص حليت كل الامتحانات هيديك الكورس. لو لقاك ما حلتش اي حاجة وبتصيع عليهم هيقول لك انت ما عملتش اي حاجة لسه من اللي احنا متفقين عليها، فمش هنديك حاجة. طبعا انا كنت خلصت كورس عندهم، وده الكورس. الشهادة بتبقى عاملة بالشكل ده. اهو دي شهادة في الكورس دوت السيرة الذاتية، بتاخدها تطبعها وتبقى معاك. كده احنا خلصنا الكورس بتاعنا. لو عايزين اي استفسار اي سؤال، الايميل، ايميل الفيسبوك بتاعي موجود عندكم في الديسكريبشن. شكرا لمتابعتكم، كان معاكم محمد جمال. السلام عليكم.